يا فندم. سامعينك مدام نجوى. سامعينك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذه منى. اتفضلي يا فندم. انا سعيده جدا باللقاء مع الاستاذ الجميل الدكتور البرادعي. ليه يا مدام نجوى؟ انا يعني ست مصريه عاديه جدا. ومش هقول لك ان انا بنتمي لتيار سياسي ولا اي حاجه، بس انا قارئه متابعه. وانا ست مصريه زي معظم الامهات. ومش هقول لك ان انا ست فقيره، لا ده انا ست كويسه والحمد لله. الحمد لله. بس انا عايزه اوجه رساله للدكتور البرادعي. اتفضلي. اقول له ما تسيبناش يا دكتور، مهما عملوا ما تسيبناش. الناس تعبانه جدا يا دكتور محمد، الناس تعبانين جدا. انا جاني سرطان في عز شبابي. ليه؟ الاكل ملوث يا دكتور محمد. يا مدام نجوى، تفتكري دكتور محمد ممكن يقدر يعمل لك ايه؟ يرشح نفسه للرئاسه باي طريقه. ما تقوليليش باي طريقه. ما يعني يعمل عشان اكتر معلوماتك عن دكتور محمد البرادعي كانت منين؟ كانت من نشرات الاخبار ولا من الجرائد، واي جريده تحديدا؟ كل يعني اللي خلى يبقى عندك الاحساس والامل الكبير فيه ده جه منين تحديدا؟ ايوه، لاني انا بقرا جرايد، بحط همي في الجرايد وفي المجلات وفي النشرات. اي بس انا خدي بالك انه ما بيتكلمش على دكتور البرادعي باهتمام تحديدا في الفتره الاخيره غير الجرايد المعارضه والمستقله. الجرائد القوميه يعني ما بتتابعش اخباره بشكل ايجابي كتير يعني. لا، ما انا عارفه انها ما بتتابعش بشكل ايجابي، لكن برضك في كلام عنه. ازاي؟ انا املي في ربنا وفي الدكتور محمد. بتشتغلي ايه يا مدام نجوى؟ انا ربة بيت عاديه، وقلت لحضرتك ان انا حضرتك بيشتغل في انهي مجال؟ كان الله يرحمه. يعني انا عايزه اقول له ان ما فيش بيت في مصر النهارده ما فيهوش مرض. اللي عنده فشل كلوي، واللي عندها سرطان، واللي عنده كبد وبائي. انا بكلمك بجد من غير مبالغه ومن غير يا استاذه منى ما تقولي لي ان انا مبالغ. عايزين رغيف عيش نظيف. انا ربة بيت عاديه، مش هتكلم في اي حاجه. عايزين رغيف عيش نظيف، عايزين اكل نظيف يا دكتور محمد. انا كل ما اكل لقمه بشك فيها او تبكي على صدر دكتور محمد البرادعي من كل شيء من ظروف الحياتيه. اشكرك يا مدام نجوى.